السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن لابلاس ترانسفورم، وهو ترانسفورم بسيط جدا بيحول لي من التي سبيس للاس سبيس، زيه زي فوريه ترانسفورم، زيه زي هنكل ترانسفورم، زيه زي اي نوع ترانسفورم بيحول لي من سبيس لسبيس اخر. طب بنعبر عنه ازاي؟ بنقول لو انا عندي مثلا لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي بيحولها للاف اوف اس. برضو لازم تبقى عارف ان من ضمن الخواص بتاعته ان هو لينير اوبريتور، يعني أنا لو انا عندي دالة اف اوف تي بلس جي اوف تي، فاللابلاس ترانسفورم ده بيتوزع عليهم عادي، مفيش فيها اي مشكلة. وزي ما قلت لك هو بيوزع هنا وهنا، وهيتوزع ويخرج لي دالة في الاخر تكون فانكشن في الايه في الاس سبيس. طيب الاف اوف اس دي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا هي لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي. طيب اي ترانسفورم بيتميز بايه؟ اي ترانسفورم بيتميز بالكيرنل بتاعه. هنا الكيرنل ده كمان من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى عارفها عنه، ان الكيرنل ده بيكون فانكشن في الاولد سبيس والنيو سبيس، كانه كوبري او بريدج ما بين النيو سبيس والاولد سبيس. هنا الكيرنل بتاعنا اكسبوننشال سالب اس تي. في طبعا الاف اوف تي دي اللي هنحولها دي تي، وبنكامل من زيرو لما لا نهاية. تعال ناخد مثال يوضح المعلومة اكتر. لو انا عندي دالة اف اوف تي مثلا بتقول لي اكسبوننشال كي تي، انا عايز اجيب الايه لابلاس ترانسفورم بتاعها في الاس سبيس. بيكون شكله عامل ازاي؟ بيقول ان الاف اوف اس بيساوي لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي بتساوي تكامل من زيرو لما لا نهاية الاكسبوننشال سالب اس تي في اكسبوننشال بلس كي تي دي تي. ده طبعا انا هاخد نفس الاكسبوننشال واظبط العلامة، بيساوي تكامل من زيرو لما لا نهاية الاكسبوننشال كي ماينس اس في التي دي تي. صح؟ التكامل ده بسيط جدا، مفهوش اي مشكلة. تكامل الاكسبوننشال بالاكسبوننشال على الديريفاتيف بتاع الباور بتاع الاكسبوننشال، فهو تكامل الاكسبوننشال بالاكسبوننشال على تفاضل ايه الديريفاتيف بتاع الاكسبوننشال. الديريفاتيف بتاع الاكسبوننشال هنا بالنسبة للتي هو كي ماينس اس. منين بقى؟ من زيرو لما لا نهاية. خد بالك بقى من هنا واحنا بنعوض الكي والاس. لو انا عندي ان الكي اكبر من الاس ولا الاس اكبر من الكي، هتفرق؟ هتفرق معايا. ازاي؟ تعال ناخد الكيس الاولانية. لو الاس اصغر من او تساوي الكي، يعني الكي اكبر، ساعتها لما اجي اعوض هنا بما لا نهاية والقيمة دي اكبر، الكي اكبر من الاس، يعني ده رقم بوزيتيف، فكده بوزيتيف ما لا نهاية. فطبعا بوزيتيف ما لا نهاية ده رقم كده يعتبر يعني مش معروف بالنسبة لي، فانا محلتش اي حاجة. طب لو بتساوي زيرو، يعني الاتنين بيساووا بعض، يعني الكي بتساوي الاس، ساعتها يبقى ده بزيرو، صح؟ طيب اكسبوننشال تو باور زيرو عادي، ما فيهاش اي مشكلة، بواحد. هنا بقى زيرو تحت، هتعمل ايه في الزيرو اللي تحت؟ فده طبعا الحالة دي بنسميها حالة الدايفيرج، يعني كان بيحصل لها دايفيرجنس، يعني كأن يعني الدالة بتاعتي بتزيد لحد قيم أنا ما بقدرش أسيطر عليها. فهناخد الكيس التانية لو الاس هي اللي أكبر من الكي، بحيث إنه يطلع لي هنا رقم سالب. فهنا رقم سالب لما يتعامل فيه مضروب في ما لا نهاية، لأني بعوض مكان التي بما لا نهاية، فساعتها هيطلع معايا إيه بقى؟ هيطلع معايا سالب ما لا نهاية. طب سالب ما لا نهاية ده ايه؟ اكسبوننشال تو سالب ما لا نهاية، ده معروف انه بزيرو. حلو، فزيرو ماينس لما اجي اعوض بقى هنا بالزيرو هيديني هنا زيرو، في الرقم ده اللي هو بالسالب برضو يبقى بزيرو، يبقى هنا واحد على كي ماينس اس. هتبقى الزيرو ماينس واحد على كي ماينس اس. لو دخلت السالب ده جوه هنا هيبدل الاتنين من بعض، فيبقى بيساوي واحد على اس ماينس كي، حيث ان الاس اكبر من الكي. وتخلي بالك من الكونديشن ده. كده ده ايه؟ ده اللابلاس ترانسفورم للفانكشن دي. تعال ناخد فانكشن اسهل شويه. لو انا عندي الاف اوف تي بتساوي واحد وعايز اجيب لها اللابلاس ترانسفورم، بقول له لابلاس ترانسفورم اف اوف اس بيساوي، اخد الشكل بتاع الاوبريتور كله اللي هو التكامل من زيرو لما لا نهايه لاكسبوننشال سالب اس تي في الداله اللي هي اف اوف تي دي تي. ده طبعا الواحد ده كانه مش موجود، ملوش اي لازمه. فلما اجي اعمل تكامل للاكسبوننشال سالب اس تي، فقلنا التكامل الاكسبوننشال هو بالاكسبوننشال على تفاضل ما بداخل الاكسبوننشال، فمفيهاش اي مشكله خالص. فيطلع معاك سالب اس. تيجي بقى اما تيجي تعوض، اول قيمة عندك هتبقى بزيرو، ماينس لما تيجي تعوض هنا هيديك ايه؟ هيديك واحد على ماينس اس، فالماينس هيروح مع الماينس يبقى لك 1 اوفر اس، ما فيهاش اي مشكلة خالص. طب تعالى ناخد ضلة اصعب شوية. لو انا عندي الاف اوف تي بتساوي كوشاين كي تي، حتة وهي شكلها كوشاين كده مش هنعرف نحلها، لازم نحولها للشكل بتاع الكوشاين.
كوشاين كي تي شكلها ايه؟ هي اكسبوننشال كي تي بلس اكسبوننشال سالب كي تي على الاتنين. لما اجي اخد بقى الاف اوف اس، مش الاف اوف اس قلنا هو لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي، مظبوط. يبقى الاف اوف اس بتساوي النص ده رقم ثابت بيخرج بره، لابلاس ترانسفورم للجزء الاولاني زائد لابلاس ترانسفورم للجزء التاني. عشان كده قلنا ايه؟ لينير اوبريتور بيتوزع. عرفت معنى كلمة لينير جت منين؟ هنبدأ بعد كده ان الجزء الاولاني ده يا شباب احنا كنا جايبينه من هنا، بس عشان تبقى ايه عارف الموضوع جه منين. بالنسبة بقى للجزء التاني هو بنفس الفكرة بالظبط، هو بس إشارة تختلف، ولو ضربناهم في بعض الاتنين في بعض كده، ده في ده بعدين ده في ده بعدين ده زائد ده، فهيديني بعد كده اس على اس سكويرد ماينس كي سكويرد. الجدول ده بقى يا شباب بيبقى مفروض جيفن معاك في الامتحان. الجدول ده بيبقى فيه الاف اوف تي والاف اوف اس، بدل ما انت تقعد بقى كل شوية تحول في الامتحان، فلا احنا عايزين الوقت ده لحاجة تانية. والتحويلات قدامك اهو، ده الاف اوف تي وده الاف اوف اس، يعني هنا في التي سبيس تبقى شكلها في الاس سبيس، والعكس. يعني انا لو مديك في الاس سبيس تبقى انت عارف شكل التي سبيس. المشكله بتبقى فين بقى؟ المشكله بتبقى لو انا اديك حاجه في الاس سبيس انت مش عارف التي سبيس بتاعتها، فبتحاول تبسطها لاي شكل من الاشكال ده، عشان بعد ما تبسطها لشكل من الاشكال دي تحولها للاف اوف تي بتاعتك. وده كده اول فيديو، وهيبان بعد كده في الامثله. وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناه ولايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، السلام عليكم.